اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله كده يشجعكم، خليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. فيديو صيفي صيفي من الدرجه الاولى بقى، بصوا ميه بقى ورغاوي والكلام ده كله. بس الصراحه بدأت يومي هعمل ايه؟ هعمل محشي الاول. تمام، اخلص الاول المهمه اللي عليا. كنت جايبه بتنجان ده، بتنجان للمحشي يعني. فالصراحه قورته بالليل وانا قاعده. البنات كانوا سهرانين، فانا سهرت معاهم في اليوم ده وجبت البتنجان وخليتهم ايه، يطروا لي كده البتنجان واحنا قاعدين، وامسكه ايه اقوره على طول. بتنجان لما قعدي بقى بنتك جنب منك، ابنك لو ربنا هديه وكده يطر لك البتنجان، ف بياخدش وقت خالص في التقوية. الصراحة هنا كنت علقت على اللحمة وماسورة كده صغيرة عشان تعمل شوربة للمحشي. طبعا ايه، انا طبختها معاكم كتير بقى قبل كده يعني. حطيت اللحمة والبصل والطماطم وسبتهم شوية كده مع نفسهم، وبعدين نزلت عليهم بالمية السخنة وكده، والتسبيكة بتاعت المحشي على النار. بصوا يعني إيه المحشي اللي هو البتنجان بدل اتقور خلاص ما تشيليش همه. زي بالظبط الكرنب، بدل اتسلق واتقطع خلاص ما تشيليش همه. كمان البتنجان يعني ايه سريع شويه في الحاشيه وكده عن اي محشي الصراحه، عن محشي ورق العنب او الكرنب وكده. وحشتوني والله العظيم من الفيديو اللي فات. بحبكم في الله. عايزاكم يا جماعه تحطوا لي لايكات كتير وتعليقات حلوه منكم زي التعليقات اللي بتكتبوها لي، وعايزه كل اللي ما بتكتبش تعليق تخرج عن صمتها كده وتكتب لي تعليق. واللي دخلت قناتي بالصدفة وعجبتها القناة تشترك في القناة عشان يوصلها مني كل جديد. وكل حبايبي بقى يعملوا له مشاركة للفيديو على الفيس بتاعكم لكل اصحابكم لكل حبايبكم، اوعوا تنسوا. بصوا يا جماعة، اللي حطيت بقى الايه التسبيكة على النار. إيه، واللحمه الصراحه بناتي ما بيقوموش من النوم غير الساعه واحدة بالليل، واحدة الظهر. ف هم بقى ايه ساعدوني يعني قبلها بليله، ساعدوني طروا لي بقى البتنجان وظبطوا الدنيا كده، وخدوا الحاجات كده اللي هي باقيه من البتنجان ايه رموها وكنسوا الصاله وظبطوا قبل ما يناموا. عايزه اقول لكم ان احنا لما بنبقى سهرانين بالليل ممكن يبقى في ايه شغل كده في البيت ممكن نخلصه واحنا سهرانين، يعني بنعوض. ممكن تقومي بدري تخلصي شغلك، طب انت ما بتقوميش بدري ممكن تخلصي شغلك بالليل وانت قاعده كده، تروقي الشقه تمسحيها كل حاجه يعني. الليل برضو حلو والجو صيف يعني مش شتاء ولا اي حاجه. هي اصلا بصوا ست البيت بقى الشاطره النظيفه ما بيهمهاش وقت في التنظيف، حتى لو في الشتاء وبالليل. تمام، بتشتغل برضو، بيكون عليها شغل بتشتغل، ما فيش حد هيجي يعمل لنا يا جماعه. فبصوا هم ساعدوني بقى. ده كده كان الظهر. قمت بقى ايه عما بال ما خلصت فطار وفطرت والحمد لله يعني، وكده شربت قهوتي بمزاج، مش حد حواليا بقى يعمل ازعاج والكلام ده كله. وفطرت وكده، قمت بقى على طول على المطبخ اعمل بقى الايه المحشي. بصوا هنا حطيت التسبيكه كانت اتسبكت، بحط بقى شويه بشويه. صراحه ببقى عامله تسبيكه كتير. لو فاضت الرز كده ايه بقى احمر وزي العسل، بيفيض بقى شويه ايه في الحله، بحطهم بقى في سلطانيه في التلاجة او في الفريزر، بينفعوني بقى في حاجات تانية بقى. تمام، قعدت كده هنا في الصاله. صراحه بقى البنات كانوا صحيوا وكده بعد ما خلصت. اصل انا بصوا من عاداتي بقى ان انا ما بقعدش القعده دي كده غير لما اكون مشطبه المطبخ، معالق بقى كوبايات اي حاجه في المطبخ مشطباها. تمام، وماسكه كده فوطه برضو ممسح البوتاجاز، احراف البوتاجاز من اي حاجه عليها، عما بال ما اخلص طبيخ خالص وبعدين اغسل البوتاجاز، انضف المطبخ قبل ما اطلع منه. فقعدت الصراحه ايه احشي بقى الايه شويه البتنجان. يا رب تكون فيديوهاتي كده بتشجعكم وبتنشطكم وتخليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. عايزاكم تعلقوا لي، كل اللي معلقش الفيديو اللي فات يعلق لي. طبعا في متابعين ليا حبايبي يعني معلقوش ليا الفيديو اللي فات ولا اللي قبله. يا رب يا رب تكونوا بخير كده وفي احسن صحه وفي اتم حال، ويكون اللي هيشكوا عني اقول لكم مصيف بقى فسحه اي حاجه من دي. بصوا الجو اصلا يعني ايه تحسوا ان هو يخوف يعني. عايزه اقول لكم ان هم بقى ايه السنه دي بيخوفوا قوي من المصايف يعني
والبحر وكده، لان في امواج بتبقى عاليه والجو مش متظبط خالص. سمعت كده يعني ان في اسكندريه في موجه عاليه جت بقى على الشط، على الناس اللي كانوا قاعدين وبهدلت الدنيا خالص. فعايزاكم لو رحتوا بقى تصيفوا ورحتوا البحر وكده تاخدوا بالكم قوي من نفسكم، تاخدوا بالكم من عيالكم، ما تنزلوش البحر خالص. احسن حاجه في البحر ده تقعدوا قدام البحر. لو انتوا بقى عيالكم بيعيطوا وعايزين ينزلوا، او لكم يعني كبار، لكم بنات بقى كبار وولاد كبار كده عايزين ينزلوا، لا يبقى ما تروحوش خالص. والله العظيم ما عادش له امان يا جماعه خالص. البحر ده غدار، وحتى لو كان يعني ايه بيعرفوا يعوموا بيغرقوا. بصوا فربنا كده يسترها علينا وعلى أمة المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. طبعا انا بسجل لكم الفيديو، انا كنت عايزه اسجله لكم بكره، والله العظيم بسجله كده الساعه 12 بالليل عندي، مش عارفه بقى عما ينزل لكم فعلا الساعه كام، فسامحوني. تعبانه والله العظيم. بصوا تعبانه كده، عندي دور برد كده ونشر في جسمي، ولسه واخده حبايه ما فقت شويه، قلت ايه انزل. طبعا بنزل تحت في الريسبشن بيبقى فاضي ورايق ما فيهوش حد، انزل بقى ايه اسجل لكم الفيديو كده. مسكت بقى البتنجان زي ما انتوا شايفين كده ايه، احطه كده يعني ايه احشيه واحطه في الصينيه صراحه. حشيته كله وناديت بنتي برضو ايه ترصهولي رصه حلوه كده. الصراحه كنت جايبه صينيتين، فالصينيتين اتملوا وفي فاضل شويه، فعملت حله. بصوا انا مليت الصينيتين وفضلوا كمان شويه رز، جبت لهم فلفل كده من التلاجة وحشيتهم. عايزه اقول لكم كان محشي والله العظيم طعمه تحفه، ولا الفلفل زبده كده، والمحشي زي العسل. وفاض بقى ايه شويه بتنجان. بصوا كنت جايبه ماسوره بقى عامله شوربه جميله، فالمحشي كان خطير والله العظيم يا جماعه. انا كنت ايه بقول وانا بقوره يعني هنا كده، حطيت الشوربه بتاعت المحشي، يعني الحله هعملها على النار، لان ايه اذواق، في اللي بيحب في الصينيه واللي في بيحب في الايه في الحله. الصينيه كده بتنشفه وكده تمام. هنا برضو حطيت الشوربه، وش الشوربه كده مدهن بقى بتاع الماسوره. عايزه اقول لكم ان المحشي كان زبده، مش عايز لحمه جنب منه. هنا غرفت كده المحشي والشوربه واللحمه، وكان عايزه اقول لكم اتنسف حرفيا، كان طعمه تحفه. ده كده الطبق اللي فيه المحشي بتاع الحله، وده غرفت كده شويه من الصواني برضو في الطبق ده كده تمام. واتغدينا الحمد لله. فبعد كده ايه قلت اغسل المواعين تمام. انا جايبه لكم فيديو يعني يومين على فيديو واحد. طبعا انا ايه كنا بناكل على المغرب كده، وده غسلت المواعين، وتاني يوم بقى عملت شويه شغل كده في البيت، قلت ايه ادمج لكم فيديوهين على بعض. يا رب كده تكون فيديوهاتي بتشجعكم وبتنشطكم وبتخليكم تقوموا تخلصوا كل اللي وراكم. ربنا يسعدكم يا رب ويوفقكم ويوفق ولادنا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ولو حد له بقى في الثانويه العامه ربنا يوفقه يا رب، ويوفق ولادنا كل ولادنا جميعا اللي في الثانويه العامه، ولاد المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. آم، مسكت المواعين كده غسلتها. عايزه اقول لكم ان البتنجان وانا كنت بقوره والله العظيم، عايزه اقول لكم ظهري اتكسر من التقوير. وانا بقوره بقول لا ما كنتش جايبه بتنجان تاني، متعب بقى ومش عارف ايه، عارفين بقى ساعه الاكل بقى وكده، وبقول ايه هجيب تاني. والله العظيم بيبقى طعمه كده حلو، بيبقى طعمه زي العسل. وخصوصا تجيب البتنجانات طريه اللي بتلمع، ما فيهاش حمار خالص، ما فيهاش حمار خفيف. اللي فيها حمار دي بتبقى مره. البتنجانيه بقى الطريه اللي بتلمع دي اللي سمر قوي، تجيبيها وانت مطمنه بتبقى ايه مسكره. انا كنت بدور على بتنجان اللي هو اللي بنسميه عندنا مشبح كده ابيض، على بصوا على لون تاني كده مال الحمار كده، فالصراحه ما لقيتش غير الاسمر. فهنا بقى ايه قلت اغسل شويه المواعين ورانا يا جماعه والله العظيم. فقلت اغسل بقى شويه المواعين كده واشطب المطبخ بعد الايه بعد كل اكله. الصراحه لازم اغسل المواعين واشطب البوتاجاز. طب انا داخله بقى اعمل كوبايه شاي، كوبايه نسكافيه، اي حاجه كده، وابص بص على البوتاجاز، مثلا حد غرف له حاجه، حد سخن له حاجه، حد عامل قهوه، اقول اما انا كنت غسلاه من شويه يا جماعه. بصوا بغسله تاني، او مثلا بمسك كده قماشه برضو او فوطه مطبخ واروح جايه ايه مسحاه. ايدك بصي في مطبخك على طول هيبقى يبرق كده، والشغل ورانا الصراحه. بس ايه بقى ست البيت يعني ايه بتعرف الشاطره، يعني بتعرف تخلق لنفسها الايجابيه اللي في حياتها. لو انت عايز تبقى ايجابيه تبقى ايجابيه وحياتك كلها سعيده وزي العسل. لو انت بقى عايزه تفتكري حاجات بتخليكي سلبيه وحاجات بتزعلك، هتفضلي ايه سلبيه وحاجات بتزعلك على طول.
خليكي ايجابيه في حياتك. طب الايجابيه هتيجي منين؟ ان احنا نخلص، بصوا، نعمل المهام بتاعتنا كلها، كل اللي علينا نعمله. هتلاقوا اللي حواليكي بيساعدوكي غصب عنهم، وبيشيلوا لك الكلام ده كله. بصوا هنا خلصت المواعين، وبدأت ان انا اغسل في البوتاجاز. تمام. طبعا الحوامل كده سريعا سريعا، وطبعا كان بصابون، يعني ما كانش لما بعوز اغسل الحوامل كويس جدا بجيب اللهلوبه واغسلها، وساعات بيبقى فيها عليها حاجات كده بروح جايبه السكينه اول باول واروح مقشراها كده من عليها، اهو زي ما انتوا شايفين. عايزاكوا كل اللي دخلت كده قناتي بالصدفه تشترك في القناه. نفسي كده قناتي تكبر، نفسي فيديو كده ولا فيديوهين يطلعوا لي ترند يا جماعه، بس مش عارفه هيحصل ازاي، مش عارفه. آم، يمكن بقى واحدة من القنوات الكبار ينزلوا لي فيديو عندهم. طبعا ده مستحيل مستحيل. كان ايام زمان، على فكرة كان ايام زمان يعني من 3 سنين كده ولا حاجة، بيبقى في قنوات كبيرة بتنزل فيديوهات لقنوات صغيرة عشان تكبر وتتشاف من غير مقابل. دلوقتي لا، قعدوا بيطلبوا مبالغ كبيرة. انا ما جربتش ولا سألت اساسا، يعني انا ما جربتش ولا سألت ان انا مثلا سالت، ولا سالت قناه كبيره خالص، ولا دخلت في المجال ده ان انا ادفع لها فلوس عشان خاطر تجيب لي مشتركين والكلام ده. ما ببصوا انا إيه الكلام ده كده ما بقتنعش بيه، ما بقتنعش بيه خالص. إيه دي حاجه. تاني حاجه، انا فاتحه القناه وقت كده ما ربنا يريد، ان رب يعني ان انا إيه ان ربنا يعني يبعت لي رزق من القناه، يعني هيبعت لي رزق. تمام. غير كده بقى عايزه كل يعني اللي تشوف قناتي بالصدفه وعجبتها تشترك منها لنفسها، مش لازم بقى ادفع فلوس لقناه كبيره وتتشرط عليا ومش عارف ايه. ما بقتنعش بالكلام ده كله. بصوا بيصعب عليا قوي القنوات الصغيره اللي بتروح تعمل دعم عند قنوات كبيره عشان مستعجله، والله العظيم. عايزه اقول لكم ان الرزق مكتوب لك، هيجيلك في اليوم المعين المحدد ده، مهما عملت بقى. هتقولي ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. طيب اسعي في فيديوهاتك، اسعي في المحتوى بتاعك كده. تمام. اسعي ان انت تعملي فيديوهات وتدعي ربنا، انما ما تروحيش بقى لقناه كبيره تقول لها دعميني. على فكره اللي بيدخل مره وما بقاش مقتنع قوي بيكتب لي كده، انا بيكتب يعني في التعليقات انا اشتركت، وممكن ما يتفرجش تاني، ممكن ما يتفرجش تاني. ف بيصعب عليا قوي بقى الفلوس اللي بيدفعوها، والله العظيم. وبعدين احنا كمان فاتحين القنوات دي كمان عشان خاطر يعني الناس يعني بصوا اللي كل اللي يجيلك يحبك كده، ما يجيلكيش غصب. تمام. بحس ان هي جايلك شفقة، جايلك غصب، فالموضوع ده انا ما بحبوش، ما بحبوش خالص يعني. القناة مجرد أول حاجة فتحتها خالص عشان أتسلى بيها. تاني حاجة يكون ليا عيلة كبيرة كده وأتكلم مع الناس. وتالت حاجة بقى، حتى لو مش مصدقيني والله العظيم، تالت حاجة بقى أكسب منها، أكسب منها وربنا يرزقني منها الصراحة. بس كان الحاجة الأولانية اللي أنا فاتحاها عليها إن هي تسليني. وعايزة أقول لكم والله العظيم سلتني يعني. برضو عايزة أقول لكل واحدة بقى كده قاعدة، بصوا ما فيش في حياتها حاجة خالص غير ولادها والبيت وخلاص. ما فيش حاجة تتسلى فيها، ما فيش وظيفة، ما فيش أي حاجة، وتحس كده ان يومها ممل وروتين كل يوم. عايزة أقول لها ممكن تفتحي قناة، ولكن برضو في حاجة سلبية جدا للقناة دي يا جماعة. ان انت مثلا بتفتحيها تقعدي سنة، داخلة على سنة ونص اهو، طب ما بتلاقيش مقابل منها، ما بتلاقيش مقابل من القناة، فممكن تملي وتقفلي كده يعني، فاهمين؟ فمعادله صعبه، معادله صعبه الصراحه. ادعولي افضل مكمله فيها بقى، ادعولي افضل مكمله فيها. هي الصراحه حققت لي اول هدف، ان هو سلتني وخلت وقتي مشغول جدا، خلت وقتي مشغول جدا على بال ما اخلص شغل البيت. التصوير ده بياخد وقت، وتخلصي وتشوفي بيتك عايز ايه، وولادك عايزين ايه، والكلام ده كله، وتمنتجي الفيديو، تقعدي كده تمنتجي، بتقعدي ساعه ساعه تمنتجي الفيديو ده كمان. عايزه اقول لكم بصوا اللي هي بتبان في الفيديو بيبقى اسهل بكتير. اما بقى اللي زي كده، انا اصلا لابسه نقاب، لابسه نقاب، فاللي زي كده ما بتبانش. آه، بياخد وقت بقى، تفضلي قاعده مقاه عينيكي بقى، مقاه عينيكي. لو ظهرتي في حاجه بتحطي بقى ايموجن وكده.
تمام والله العظيم. ف وتفضلي تعيدي وتزيدي تاني، عشان كده انا بتاخر في منتجة الفيديو. اما اللي بيبانوا وبيظهروا بيتهيألي بيبقوا ايه، هو صحيح التصوير بياخد وقت وكده، بس بيبقى اسهل بكتير من اللي ما بيبانوش ولا بيظهروا يعني. تمام. ساعات كده افكر كتير اقول يا ريت كل اللي بيتفرجوا عليا ستات وبس، ستات وبنات. تمام. كان هيبقى الدنيا سهلة جدا. لكن طبعا من مساوئ برضو النت وكده، اللي هو بيظهر لأي حد. تمام. فربنا كده يا رب ربنا كده يوفقني. ادعوا لي يا جماعه وايه، وساعدوني بقى، حطوا لايكات كتير، مشاركات للفيديو. بصوا انا بعد ما خلصت طبعا غسيل مواعين والكلام ده كله، ده كان يوم تاني بقى. مسكت المشايه بتاعه المطبخ غسلتها تاني يوم، يعني فايض محشي، شويه محشي كده من امبارح، و هقضيها بقى اي حاجه، يعني حد ياكل طبق محشي والتانيين اطبخ لهم كيس مكرونه وبقضيها. تمام. انا برضو من النوع ده، من النوع اللي مثلا تعبت في يوم اطبخ فيه كتير، تاني يوم بريح نفسي. خليكي ذكيه كده، ريحي نفسك بقى، بواقي الاكل اطبخي شويه مكرونه سريعا كده، كيس مكرونه وخلاص على كده. بصوا تاني يوم بقى عملت ايه، مسكت مشاية المطبخ كده، ظبطتها وغسلتها، ما بتاخدش وقت خالص وبتنشف، عايزه اقول لكم في نص يوم. وكانت البلكونه دي كده، اللي متابعني عارف ان انا ايه، البلكونه دي كده عندي مهجوره، بنزل بس امسحها واروقها واظبطها واقفلها تاني. بس عايزاكم يا جماعه تحطوا لي لايكات كتير، نسيت اقول لكم حطوا لي لايكات كتير، كل اللي لسه ما حطيتش لايك تحط اللايك، تعليقات حلوه منكم، مشاركات للفيديو، ورايكم في الفيديو وفي القناه يهمني. وكمان تقوموا كده تتشجعوا وتخلصوا كل اللي وراكم. لو انت كده بتتحرري في الصيف، إيه، إيه، اسفه يا جماعه، خلصي كل اللي وراكي وبعد كده خدي لك شاور بقى واقعدي بقى. تمام. وقت العصار على فكره بيبقى الجو طراوه، قبل المغرب بساعتين كده بيبقى الجو طراوه حلو. هنا بقى كده ايه، خلصت البلكونه بقى، مسكتها شطفتها زي ما انتوا عارفين. بدخل كده انا يعني ايه، اشطفها واظبطها بالميه بشويه صابون سائل كده عشان تبقى حلوه، محدش بيدخل فيها كتير يعني، فين وفين يعني. فالصراحه كل يعني ايه، كل اسبوعين كده، ممكن كل اسبوع ونص ادخل اروقها. وكان في القيلوله برضو، عشان ايه، اخد راحتي كده في التصوير يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بظبطها بقى كلها وبدلق فيها كذا جيركن، بس ايه، بجيب لكم حاجات بسيطه عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ابدا. وكل كده اللي دخلت قناتي بالصدفه تشترك، مش هتندمي والله العظيم، وتكتبي لي ان انت مشتركه جديده. وعايزه ارحب بكل المشتركين الجداد اللي اشتركوا عندي، وجودكم والله العظيم بيفرحني، عايزه اقول لكم بيسعدني وبيفرحني. بصوا خلصت بقى كده الايه، البلكونه خليتها بتبرق حرفيا، بتبرق حرفيا اهي زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا البلكونات لما باجي امسحها بمسحها في القيلوله، عشان ما يكونش حد ايه ماشي في الشارع ولا حاجه. اهو زي ما انتم شايفين كده خلصتها. وبكده الروتين بتاعي خلص، واشوفكم بقى في فيديو جديد، ومع السلامه.